اهلا بكم في حلقه جديده، وحكايتنا النهارده عن صحابي جليل جدا، يمكن من افضل الصحابه اصحاب سيدنا النبي، وهو الصحابي ابي ذر الغفاري. بس قصتنا عليه النهارده على ختامه في الدنيا، مش على الدنيا اللي هو عاشها، لان موقف ختامه ده يمكن من اهم واعظم المواقف اللي تمت في تاريخ حياه ابي ذر. في يوم وهو في صحراء الربصه هو وزوجته، ولما خلاص السر الالهي قرب يطلع منه، زوجته قعدت تبكي كتير قوي، فسالها سؤال: ايه اللي بيخليك تعيطي؟ قالت له: تموت هنا في صحراء الربصه، لا ثوب نكفنك فيه ولا احد يصلي عليه. فقال لها حاجه غريبه جدا، قال لها: ابشري، هذا ما بشرني به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لها: في يوم كنت انا وثلاثه معايا، ودخل علينا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وقال لهم: سيموت رجل منكم بالصحراء وسيصلي عليه جماعه عظيمه من المؤمنين. وكمل كلامه وقال لها: لقد مات جميع الصحابه الذين كانوا معي في هذا الموقف، ولم يبقى الا انا، فانا المقصود بهذه البشرى. فردت عليه قالت له: ماذا افعل الان؟ يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ قال لها في اخر كلماته: قال لها: ضعيني على قارعه الطريق، فاول راكب قادم سيكون هم كبار الصحابه الذين حدث عنهم سيدنا النبي، وانهم سيصلون علي بلا ادنى ريب وبلا شك، كما بشرني الرسول صلى الله عليه وسلم. ومات سيدنا ابي ذر، ومر بعدها على طول وفد من الصحابه جاي من العراق، كان سيدنا عبد الله بن مسعود منهم، وكبار الانصار رضي الله عنهم. فلما مر عليهم ولقى زوجة ابي ذر بتبكي، فسالوها: ما يبكيكي؟ قالت: هذا زوجي ابا ذر ولا نجد ثوبا نكفنه فيه. فتسابق الانصار عن ان حد منهم يقلع الثوب بتاعه ويكفن سيدنا ابي ذر فيه، ثم بعد كده صلوا عليه ودفنوه ودعوا ليه بالمغفره والرحمه. وتذكروا الصحابه ان في يوم غزوه تبوك، يوم ما اتاخر ابي ذر عن الغزوه وهو رايح لورا سيدنا النبي، كانوا بيقولوا: جاء ماشيا يلهث يجري تاره ويمشي تارة أخرى، وحيدا بلا أنيس وليس معه جبلا يركبه في الصحراء شديدة الحرارة، ويريد اللحاق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وما إن رآه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مقبلا حتى امتلأ وجهه بالبشرى والسرور، ثم ألبسه تاج الانفراد والتميز والإخلاص، حيث قال للصحابة: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. وحيدا المقصود بها هنا أي متميزا يعني باللغة العربية. واتحققت بشرى سيدنا النبي. للعلم بس ان ابي ذر لم يسجد لصنم قط قبل الاسلام. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى تواضع عيسى بن مريم ان ينظر الى ابي ذر. رحم الله ابا ذر رضي الله عنه، وان يحسن ختامنا جميعا. وكان معكم محمد يونس، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.